قضية مهند السعيدي من الطرفين. طبعا هل سمعتم من طرف ثاني؟ ما حد سمع من طرف ثاني، كلنا متضامنين مع الطرف الأول، نكون واقعيين، وأغلبيتنا متضامنين مع الطرف الأول بدون ما سمعنا الطرف الثاني نهائيا. ولكن أنا سمعت الطرف الثاني اليوم. الطرف الثاني حكى قصة مختلفة تماما، بينما الطرف الأول حكى قصة برضو مختلفة تماما. أنا أخليكم كلكم تسمعوا القصتين واحكموا وشوفوا ايش اللي يقول لكم الحكم داخلكم. بالاول الاخير كلامنا وحكمنا ومناقشتنا ما احناش قضاة ولا كلامنا بيفصل، بالعكس. الطرف الاول اللي هو مهند شرح القصة على انه كان اعتداء على شرفه، وانه دافع عن نفسه، وان الرجال حاول يعتدي عليه، فما كان منه الا انه قاوم وطعن الرجال برقبته وهرب. فطبعا الطرف الثاني اليوم سمعت القصة من الطرف الثاني يقول لك انه ابوهم قد رجال كبير بالعمر، وانه يعني صاحب بوفية، اعتقد اسمه دحان الصلوي، صاحب بوفية، والرجال يعني قد كبير بالعمر ولا له من هذا الحاجات ولا له من اي سجلات او السوابق بهذا الامور الذي يتهموا بها، وانه كان بينه اختلاف هو هذا مهند من سب العمل، كان له شغال عنده 3 ايام، وانهم تصايحوا من سب العمل. فالرجال كان نوم داخل، فمهند كمل عمله الى الساعه 2 الليل، دخل فبز السكين وطعن او نحر الرجال نحر فوق فراشه وفلت وهرب، وانهم معاهم كل الادله ومعاهم كل الفيديوهات التي تؤكد هذا الكلام، وان المحكمه قد اطلعت على كل الفيديوهات، وان المحكمه ما حكمت بحكم الاعدام الا بعد ما اطلعت على كل الاحكام التي شفتمهم امامكم. طبعا الطفل مهند لم يعد طفل، عندما بدأت المشكلة كان عمره 17 سنة، والآن حاليا عمره 19 سنة زي ما هي شهادة الميلاد الخاصة قدامكم. رسالة إلى القاضي، أنا أوجه رسالة إلى القاضي. كلنا للمستمعين وكلنا من نستمع صراحة، لما نجي نستمع القصتين من الطرفين نشوف إن كل القصتين واقعية، كل القصتين تصدق، القصة الأولى والقصة الثانية. فإحنا لا نستطيع أن نحكم بالغيب، وهذا الأمور خصصت المحاكم والقضاة والبحث الجنائي والناس الذي شغلتهم هذا الشغلة علشان هذول المشاكل وعلشان هذول القضايا الذي ما حد يقدر يفصل بينهن، وخاصة عندما يكون يوجد يعني يغيب أدلة أو شهود أو حاجة تكون مع الطرف الأول الذي هو مهند. فإحنا رسالتنا إلى القاضي: يا قاضي اعلم أنه قاضيين بالنار وقاضي بالجنة، فاحكم بما يملئ ضميرك وذمتك وما تملأ عليك مهنتك كقاضي داخل المحكمة. فالله يكون بعون القضاة، ونتمنى من القضاء حقنا ألا يقصروا مع القضايا هذا، خاصة إذا طلعت كذا رأي عام. يا أخي يروى الناس الأدلة، يروى الناس من هو الطرف المظلوم، من هو الطرف الذي يستحق فعلا معاطفة الشعب. إحنا كشعب يمني شعب متعاطف جدا، والعاطفية غالبتنا، وإحنا دائما نحكم على العاطفية، بس احنا شعب. بس القاضي لا يمكن ان يحكم على العاطفية، وان حكم القاضي علشان عواطف احد او علشان كلام ناس او علشان كلام قضية مجتمع او علشان ترند، فهذا قاضي ما بش منه اي فايدة. القاضي يتبع ما يملي عليه ذمته وضميره وامانته المهنية. فايش رايكم انتم بعد ما سمعتم القضية من طرفين؟ ايش تتوقعوا؟ الله يكون بعون القاضي. نتمنى إن شاء الله نحن نسمع عما قريب الفصل بالحكم مع الأدلة ومع الشهود مع كل شيء. يعني يبدوها للشعب يا أخي، روى الشعب، أين المشكلة؟ روى الشعب ما دام من الشعب متعاطف، روى الشعب هل تعاطفه صح أم غلط؟ صح ولا لا؟ والله يحق الحق.